ممكن اتكلم معاك كلمتين يا محرم؟ ده انتوا قاعدين مع بعض بقى. انت بقى اللي مقوين ويسيب البيت؟ استريحت يا عباس؟ خربت البيت. ناهد اسكتي. استاذن انا. استنى يا عباس، ما تمشيش. ما يمشيش يعني ايه؟ بقول لك عايزه اتكلم معاك. ممكن نتكلم مع بعض، مفيش اي حاجه ممكن نتكلم فيها اخبيها على عباس. وانا بقى مش هتكلم الا لما نبقى لوحدينا. معلش يا محرم، انا لازم قلت لك استنى يا عباس لو سمحت. خلاص هقعد بعيد عنكم هنا في الصالون. مش هتبطل حركات العيال دي؟ احنا مش صغيرين على كده. حركات العيال دي اللي ابتداها ابنك بيبرس، اللي عمله مع ابوه عمله معايا انا بعد كده. عشان كده انا كنت مصمم ان احنا نتكلم قدام عباس. انا مش جايه لك عشان بيبرس، انا جايه لك عشان ليلى. مالها ليلى؟ احنا مش اتفقنا مع اشرف بيه انه هيتجوزها؟ ايوه، وفيها ايه دي؟ الهانم رافضه بعد ما وعدنا الناس وجايين يتقدموا رسمي ويقروا الفاتحه. انا مش عارفه اعمل ايه، اتصرف ازاي، اقول لهم ايه؟ وزير وجاي لي البيت اقول له بنتي مش موافقه وجوزي قاعد في شقه بعيد عني؟ روح مع مراتك يا محرم. مش ممكن. عشان خاطر ليلى. عشان خاطر ليلى انا مستعد اعمل اي حاجه، لكن مروح للبيت مش هروح. انا هبقى اروح الميعاد اقابل الناس وخلاص. خلاص يعني ايه؟ بقول لك البنت مش موافقه وهتفضحنا قدام الناس. انا هبقى اكلمها. انا حاولت معاها مفيش فايده. ممكن تدوني فرصه اكلمها؟ انا واثق ان انا هقدر اقنعها. وبصفتك ايه بقى تكلمها؟ بصفتي لطفي الجنايني، بياع على سوق ازبكيه بتستريح له. تشرفنا. على فكره يا ناهد، اكتر واحد ممكن يقنع ليلى انها تتجوز اشرف هو عباس. ليه بقى؟ عشان ابوها. ما شاء الله. عايزني اقول لسياده الوزير وسميره هانم ان ابو ليلى بياع سريح على سور الازبكيه؟ انا حريص على بنتي اكتر منك. انا ساعات بنتي عندي اهم من انها تعرف ان انا ابوها. انت بتشوفها؟ ايوه. وهي فاهمه حاجه؟ فاهمه ان لطفي الجنايني. ممكن 5 يا محرم؟ عشان خاطر انا لازم ترجع البيت. انت جننت؟ ما انا حكيت لك على اللي حصل. بقول لك بيبرس تقريبا طردني، عايزني انا بعد العمر ده كله اطرد. ومن مين؟ من ابني اللي انا ربيته. سيبك من بيبرس دلوقتي. ليلى بنتك اللي انت فخور بيها ما تستاهلش انك تضحي شويه. ناهد، بيبرس غلط في حق محرم، وده ابوه اللي رباه، لازم يعتذر له. وانت كمان لازم تعتذري له. ده جوزك، ابو عيالك، مالكيش في الدنيا غيره. محرم، انا اسفه. انا عارفه ان احنا زودناها معاك قوي اليومين اللي فاتوا، بس احنا ما نقدرش نستغنى عن بعض. طيب يا ناهد، ما تقلقيش، انا هكون في البيت وهقابل معالي الوزير. طب ما تنساش الميعاد، الخميس اللي بعد الجاي الساعه 9. ان شاء الله هكون موجود. ما اتغيرتش يا اخي. ناهد هي ناهد. فاكر يا محمد لما كنا بنتخانق وانت تيجي تصلي علينا؟ الدنيا دي بنت. عايز اقابل انسه لسبيل لو سمحت. لا والله ما ينفعش دلوقتي، العرض بدأ من شويه. طيب انا معايا دعوه. اتفضل حضرتك. شكرا. ممكن تديها الورده؟ تحت امرك. شكرا. هي اتأخرت لغاية دلوقتي ليه؟ لسه بدري، الساعة 11 يا بابا. الساعة 11 بالنسبة ليك أنت لأنها بنت. خلاص خد كلمها على الموبايل. هات.
خارج نطاق الخدمة. ما تقلقش يا بابا، زمان على وصول. أنا جيت. أنا بحبك وهفضل أحبك مهما عملت ومهما بعدت. هحبك النهارده وبكره وهحبك للأبد. السمكري متضايق مني قوي، كل يوم ابعت له العربيه يغير لونها على لون المونوكير اللي انا حطاه. بطلي فشر بقى. فشر؟ على فكره اخر واحد قال لي الكلمه دي مسحت اسمه من على الموبايل. عارفين مين؟ مين؟ عمر الشريف. انا خلاص أيامي في الدنيا معدودة ولازم أسيبه، عشان بحبه لازم أسيبه. اللي يحب إنسان لازم يضحي علشانه ويتمنى له السعادة مع إنسانة تحبه ويحبها. أما أنا فخلاص انتهيت. إيه رأيك يا صلاح؟ انت مش شفت الجمهور كان عامل معاكي ايه؟ لعلمك انا كنت واقف في الكواليس بتنفض من الخوف. كنت خايف عليا؟ لو ما خفتش عليكي هخاف على مين يعني؟ أنا شفت الأستاذ عباس وهو بيتفرج، كان مبسوط قوي. اخيرا اعترت فيه. انا هطلبك منه دلوقتي حالا، مش ده شرطك يا حبيبتي؟ أنت عارف يا حبيبي إن أنا ماليش غيره في الدنيا دي كلها، ده هو أبويا. والله العظيم عارف، وابويا انا كمان. طب شد حيلك معاه بقى، خليه يوافق على جوازنا، لأنه ما وافقش أنا مش هتجوز. مش هتجوز؟ انا مش هديله فرصه اساسا يفكر. احنا نخرج نتعشى في اي مكان، وهي فرصه نخلص الموضوع كله النهارده. يلا انا مستنيكي في العربيه. أوكي. دكتور صلاح انت هنا؟ استاذ عباس اهلا وسهلا. شفت سلسبيلة تحفة تجنن. البركه فيك يا استاذ عباس. البركة في ايه؟ البركة في ربنا. البنت موهوبة فعلا. طب يلا يا سيدي بقى عشان نعزمكم على العشاء. يا سلسبيلة قالت لك؟ طبعا المهم انها تكون قالت لك انت. هي لمحت لي بس انا فهمت. طب يلا يا سيدي خش بارك لها وانا مستنيكم في العربيه. يلا بسرعه. على طول. اتفضل. مين؟ ممكن ادخل؟ أستاذ عباس، أنا مش عارفة أقول لك إيه. أنا بموت فيك، الليلة دي أسعد ليلة في حياتي كلها. لا يا سلسبيلة، الليلة دي أسعد ليلة في حياتي أنا كلها. طب اتفضل، تعالى. دي صورتي. عشان ما تغيبش عن عيني لحظة. أيوة بس لطفي الجنايني مش عباس الدميري. مش مهم الاسم، المهم إن ده أنت. ما قلتليش بقى إيه المفاجأة اللي أنت محضرها لي؟ أنا مش هقول لك على مفاجأتي غير لما أنت تقولي على مفاجأتك الأول. لا ما ينفعش، لازم أنت تقولي مفاجأتك وبعدين أنا أقول لك مفاجأتي. أنا نويت أتجوز. على طول كده يا سلسبيلة؟ يعني ما فيش فترة خطوبة؟ ما دام بحب أستنى ليه؟ أنا بس خايف تندمي. أندم؟ أنا عمري ما هندم، أنا خلاص رسيت على بر الأمان. الله،
كلمة حلوة قوي، بر الأمان. انت عارف طبعا مين اللي انا هتجوزه. انت عارفه كويس. المهم انت اللي تبقى عارفاها كويس. انا عارفاه كويس قوي قوي، عارفاه اكتر من نفسي. سلسبيلة، أنا هعمل المستحيل عشان أخليكي مش محتاجة أي حاجة. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. على فكره انا قلت لصلاح لو الاستاذ عباس ما وافقش على جوازنا انا مش هتجوز. صلاح، ايه رايك؟ كويس قوي. لا هو هيستهلك. ربنا يهنيكم ببعض. ايه بقى؟ انا قلت لك على مفاجأتي، انت ما قلتليش على مفاجأتك. أنا أصلي جبت لك شبكتك، امسكي. استاذ عباس انت مش معقول. يلا بقى يلا، عشان الولد مستنيك على النار. طب يلا بينا. لا أنا مش هقدر أجي معاكم، عشان ما ينفعش أبقى عزول في ليلة زي دي. هزول ايه؟ انت لازم تيجي معانا. صلاح مصمم ان هو يشوفك. وأنا شفته بره. يبقى هو بقى اللي حرق لي المفاجأة بتاعتي وقال لك الاول. أيوه هو اللي قال لي الأول. طب يلا بينا. صلاح، ايوه حبيبتي. الاستاذ عباس خلاص وافق. وشفت جاب لي ايه؟ الله، متشكرين قوي يا استاذ عباس، بس ده كتير قوي. مفيش حاجة في الدنيا تكتر على سلسبيلة بنتي. خلي بالك منها يا دكتور. سلسبيله دي في عينيا الاتنين. طب يلا بقى، احسن احنا واقعين من الجوع. لا أنا أكلت شبعان خالص. اتفضلوا انتوا. أول صينية بطاطس تعملها البنت دي في بيتكم أنا معزوم عليها. ان شاء الله. يلا مع السلامة. مع السلامه. رايح تحب بنتك لبنتك؟ يهبل. الخريف والربيع هيتقابلوا ازاي؟ لو كل اللي انت فيه ده ورايح تحب احمار. انا اسفه جدا، انا اسفه. انت كويس؟ فيك حاجه؟ لا انا اللي متاسف، انا اصلي كنت ماشي سرحان، معلش. لا انا اللي اسفه، اصل بابا في المستشفى وحالته خطيره جدا. اخد حياتك معايا ونشوف لو في حاجه. شكرا، متشكر قوي. سلمي لي على بابا، قولي له عم عباس بيسلم عليك قوي قوي. شكرا. عم عباس، الحمد لله على السلامة يا عريس. ها، نقول مبروك؟ طبعا مبروك والفين مبروك كمان. يعني وافقت؟ على ايه؟ على الجواز. ايوه ما خلاص، سلسبيل هتتجوز صلاح. صلاح؟ صلاح مين؟ خطيبها. هو اللي انت هتتجوزها طلعت مخطوبة؟ هتجوزها؟ انت اتهبلت؟ انا هتجوز سلسبيلة؟ يا دي اللسعان اللي على اخر الليل، انت مش قلت لي رايح تتجوزها؟ عرفت بقى انك حمار. انا بقول لك رايح اجوزها مش اتجوزها. حد يا ابني يتجوز بنته؟ يا نهار اسود، هي رخرة طلعت بنتك؟ طبعا. دكتور صلاح ده عريس لقطة، طلبها مني وانا وافقت خلاص. بس انت شكلك كان بول غير كده، كنت محلاوي ومديها طلب. اولع لك شوية بخور يمكن تغير رأيك وتسمعنا عبده السروجي. نام يا مرسي نام. طب انت مش هتنام؟ انت مالك ومالي يا ابني، نام انت. تصبح على خير. ضحيت هنايا فداه،
هعيش على ذكراه. هايم على دنيا. استاذ سعيد، عايز ايه؟ بيبرس بيه بيسأل على حضرتك، ده قالب الدنيا عليك من الصبح. نقطنا بسكاتك والنبي انت راخر. سعيد بيه. نعم. بيبرس بيه عايزك. استاذ سعيد، بيبرس بيه عايزك. خلاص هي قصة. انت كنت عايزني؟ دقيقة لغاية ما اخلص اللي في ايدي. اوكي، اتفضلوا على مكاتبكم يعني. يا استاذ، انت لسه جاي دلوقتي؟ ايوه. ايوه. خصم 10 ايام. نعم. نعم الله عليك يا اخويا. انت فاكرها ايه؟ وكاله من غير بواب؟ دي شركه محترمه يا استاذ. مش معنى ان احنا اصحاب بره الشركه انك تستغل الحكايه دي. انا ما عنديش لا صحوبيه ولا صداقه في الشغل، انت فاهم؟ خلاص يا سيدي فهمنا، ما عندكش لا صداقة ولا صحوبية في الشغل. انت مالك يا سعيد؟ انت سكران ولا ايه؟ انا لا سكران ولا بتاع، انا كويس. امال شكلك يعني مش طبيعي. انا طبيعي يا بيبرس، كويس كويس قوي. طب يا اخويا، لما انت كويس وطبيعي بقى، ممكن تقول لي ايه ده؟ ايه ده؟ ماله ده؟ ماله ده؟ ما انتش عارف انت عملت ايه؟ اللي انت عملته ده يا استاذ يعتبر سرقه. سرقة؟ ايوه طبعا سرقه. فرق 250,000 جنيه، تسميه ايه؟ خلاص بقيت انا دلوقتي اللي بسرق يا سي بيبرس. اتكلم عدل. انت بتكلم رئيس مجلس الاداره. نعم، عليا انا الكلام ده احنا طابخينه سوا. اخرس. اتفضل يا استاذ، اتفضل على مكتبك. انت بتحاول التحقيق. انا اتحول التحقيق يا بيبرس؟ ما اسميش بيبرس، اسمي بيبرس بيه. اتفضل. يا سلام يا سلام يا اشرف بيه، مش عارف كنت هعمل ايه من غيرك. خلصت لنا كل الاوراق وبمنتهى السرعه. يا عمي محرم، يا محرم بيه، لو سمحت من فضلك بلاش تقول لي اشرف بيه. كل ما بتقول لي يا بيه بتشائم. ثم كلها كام يوم باذن الله وهتبقى حمايه ان شاء الله. ماما قالت لي باذن الله انها هتحدد قرايه الفاتحه مع طنط نهاد. ايوه باذن الله. باذن الله. وعايزين نخليها قرايه فاتحه وتلبيس دبل وخطوبه. وكاتب كتاب ودخله بالمره. يا ريت يا عم. ده بابا. الو. ايوه بابا، انا قاعد مع محرم بيه في الشركه. عاوز تكلمه؟ اوكي بابا. الو. اهلا معالي الوزير، ازاي حال حضرتك؟ لا يا فندم، ده الشرف لينا احنا. طبعا هكون في انتظار حضرتك. لا اكيد. طيب يا فندم، مع الف سلامه. اظن كده خلاص، طالما بابا وافق يبقى كده خدنا قرار وزاري بالجواز. ربنا يقدم اللي فيه الخير. يا سميرة يا حبيبتي، هو احنا غرب؟ الكلام ده بطل من زمان، ده احنا نجهزها ونوصلها لحد البيت. ماشي يا حبيبة قلبي، اوكي باي. تجهزي مين يا ماما؟ انت لسه مصممه برضو؟ احنا مش خلصنا من الموضوع ده؟ استني يا بنت، انا عايزه اتكلم معاكي. انا قلت لك رايي في الموضوع ده خلاص. يا بنت استني، بقول لك عايزه اتكلم معاكي. الله. لا بقى، انا عايزه افهم ايه الحكايه بالظبط. انا مش عايزه اتجوز. يعني ايه مش عايزه تتجوزي؟ فهميني. يعني انا مش عايزه اتجوز. ليه؟ اشرف شاب ما يتعيبش، في كل المميزات تتمناها اي بنت في الدنيا، شاب غني مركز، عايزه ايه اكتر من كده؟ ما بحبوش يا ماما، ما بحبوش. ليلى، هو في حد تاني؟
ردي عليا، في حد تاني؟ ايوه يا ماما، انا بحب واحد تاني. يطلع مين ده؟ وابن مين قولي لي؟ ايوه هنا كويس يا اسطى. شكرا. شكرا جزيلا. استاذ عباس؟ استاذ عباس؟ انا هو مش معقول حضرتك هنا؟ اهلا وسهلا. ايه يا عباس دي؟ انا مش فاهم حاجه. ما تطلع يا انت وقفت الشارع. طيب طالع اهو. ايه اللي عباس دي كمان؟ هو حضرتك بتشتري كتب من عصور هنا؟ لا انا ببيع كتب هنا. بتبيع كتب؟ هو حضرتك ما استلمتش العمل في المدرسه ليه؟ دي حكايه طويله يا وائل. ايوه بس مش لدرجه ان حضرتك تقف في الشارع تبيع كتب يعني. وماله يا ابني، هو انا بسرق؟ لا يا فندم ما اقصدش طبعا، بس قول لي يعني انت اخبارك ايه؟ انا الحمد لله كويس. قربت اخلص الماجستير وبجهز للدكتوراه وجاي اشوف مراجع هنا. بسم الله ما شاء الله. قول لي عايز مراجع ايه؟ دي شويه مراجع انا كنت محتاجها وبدور عليها. اتفضل يا دكتور، اتفضل اقعد. حاضر يا استاذ عباس، بس علشان خاطري وحياة اغلى حاجه عندك بلاش تقول لي يا دكتور دي تاني. قول لي يا وائل زي ما كنت بتناديني زمان. ليه يا ابني؟ وانا في ديك الساعه لما يبقى ابني من ولادي واخد الدكتوراه ده انا اقول له دكتور بالفم المليان. بس انا لسه ما بقتش دكتور. هتبقى ان شاء الله. قول لي انت متجوز؟ متجوز وعندي ولد سميته عباس. ربنا يخليه لك. مبسوط في الجواز؟ عايز الحق. ليه؟ حضرتك عارف الحياه العلميه مكلفه قد ايه؟ عارف. واي ست عاديه عايزه تعيش في مستوى احسن من اللي هي عايشه فيه. اقربها امبارح انا لسه ده بخناقه كبيره جدا مع المدام. ليه يا ابني؟ جالي عقد عمل في بلد عربي. انا مش عايز اسافر لكن هي مصره وراسها والف سيف ان انا لازم اروح. انا ما اقدرش اسيب هنا، انا قدام الدكتوراه، السفر هيعطلني كتير. اوعى تسافر يا ولد. اوعى يا ابني تغلط غلطتي. مفيش حاجه في الدنيا، كنوز الدنيا كلها ما تساويش انك تتعطل عن الدكتوراه بتاعتك. الله يا استاذ عباس، والله زمان. على فكره انا كنت عايز اسالك سؤال. في كتاب نزل اسمه التاريخ كما يجب ان يكون. ماله؟ قريته؟ قريته. بيقولوا ان هو كتاب كويس قوي. الحقيقه انا لسه ما قريتوش، بس يعني مفيش حاجه كده لفتت نظرك؟ زي ايه؟ عنوان الكتاب التاريخ كما يجب ان يكون. انا فاكر ان الكلمه دي كانت على لسانك دايما. ايوه، ما عشان انا اللي كاتب الكتاب ده. ايوه بس بيقولوا ان اسم المؤلف لطفي الجنايني. ايوه صح، لطفي الجنايني. كده مش فاهم حاجه خالص. اصل وانا ماشي في العراق لقيت جثه. يا اخوانا الراجل لطفي ده حاجه غريبه، انا مش فاهم له حاجه خالص. ايه يا عم طاهر؟ الله، احنا مالنا ومال لطفي دلوقتي؟ احنا لا عاد لينا حاجه عنده ولا هو ليه حاجه عندنا. صحيح. ازاي راجل متجوز وعنده عيال يقعد بالاسبوع والاسبوعين ما يشقرش على عياله ولا يخش لهم بيت؟ وبعدين انا عايز افهم يعني ورث ايه اللي بيدور عليه ده واحنا ما شفناش منه حاجه؟ فهمني كويس. ده عنده ورث كبير قوي في الصعيد، بس راح يخلص الاوراق بتاعته ويجي لنا. يا عم بلاش كلام فارغ، ده كحيان مفلس. لا مش انت بتقول كده، ده ميه من تحت تبني، اسالني انا عنه. طب لما هو عنده ورث في الصعيد ويمتلك شيء وشويات، ما ياخد عياله ويروح يعيش هناك ويسيب لنا الشقه اللي بيدفع ايجارها بالتيله وملاليم كمان. شوف الراجل، شقه ابو شقه فول ولا طعميه؟ انت ايه الشقه اللي بتتكلم عليها دي؟ ده عنده ارض لو باع قيراط واحد منها بس يشتري الحاره دي كلها. يا بختك يا عم لطفي، زمانك قاعد متهني هناك بالفطير المشلتت والحمام وبريمة الرز. كمان يا جماعه انا خدمت في الصعيد هناك فتره طويله، خدمت في جهينه والبليانه، اهل كرم الصعايده دول. كنت كل ما تعدي على حد يقول لك تعال كل. انا كنت بتغدى 7-8 مرات. ايوه وتعمل ايه كمان؟ تعدي على حد يكون بياكل لك بسم الله يا طاهر، بسم الله يا طاهر، وانا اخش واكل. بس الراجل لطفي ده مقشف ومراته هي اللي مقوياه، لان دي لا مؤاخذه بقى عقربه. انت هتقول لي عليها؟ دي حربايه قول لي عليها. ده الباب قدام الباب. السلام عليكم يا رجاله. سلام يا
اما انا جايب لكم خبر النهارده بمليون جنيه. خبر ايه يا اجرة؟ هات حلبة حصى وشيشه هنا يا هلا. خبر ايه يا واد ما تقول؟ عارفين قابلت مين النهارده؟ مين؟ ما تقول يا شوقي وخلصنا. سي لطفي. سي لطفي؟ ده كان عندك توصيله للصعيد ولا ايه يا هلا؟ صعيد مين يا عم طاهر؟ انا قابلته هنا. هنا فين؟ في محطه مصر؟ هو رجع؟ لا، شفته على سور الازبكيه. سور الازبكيه؟ انت بتخاطرف هلا؟ معقول الكلام اللي انت بتقوله ده يا شوقي؟ يعني هيجي من الصعيد يجي يتمشى على سور الازبكيه وما يجيش يشوف ولاده؟ يتمشى مين يا عم طاهر؟ ده كان بياع سريح هناك بيبيع كتب قديمه على السور. ايه؟ كتب؟ كتب ايه يا اللي انت بتخرب بتقول ايه؟ ولا انت باين عليك شارب حاجه. بقول لك ايه، سيبوه بس يا جماعه، قول لنا ايه الموضوع بالظبط، فهمنا. الموضوع يا عم طاهر، زبون ركب معايا قال لي وديني السور الازبكيه، وديته. الزبون نزل قدام فرشه كتب، بضرب بعيني كده الاقي لك مين اللي بيبيع ويشتري على الفرشه؟ لطفي الجنايني. معقوله؟ ولسه التقل جاي ورا. الزبون اللي نزل ده اول لما شافه راح واخده بالحضن وقال له اهلا يا استاذ عباس. عباس؟ يبقى خلاص يا اخوانا لطفي غير اسمه بقى عباس. لا 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 لا، صبر يا جماعه، اصبروا. امال الراجل ده حويت وراه سر كبير قوي. انا بقول برضو اكيد بيلعب لعبه كبيره واحنا مش عارفينها. الله، يكونش الراجل ده مخابرات ولا مباحث؟ لا، الراجل ده اكبر من كده بكتير. الراجل ده مخبر ومخبي نفسه وشخصيته عننا. بصوا بقى، انا جات لي فكره هايله قوي. الراجل ده اكيد عامل عامله سودة وهربان وجاي متدارى فينا. انا برضو قلت كده. بس كده يبقى اتفقنا. هات بقى شهاده يا زور. جرايه يا عمي، جرايه يا عمي، هو عشان ببلاش. اقعد ساكت شويه، خليني افكر بقى. امال اذا انا هرجع لشغلتي القديمه واتكتك بقى واجيب لكم خبر وقراره. عم لطفي، في ايه يا ليلى؟ انا في كارثه ومحتاجه لك قوي. كارثه ايه يا بنتي؟ كفاله الشر. مش هينفع نتكلم هنا. طب تعالى عم حرب، خلي بالك الله يخليك. ما تفهمني بس يا عم طاهر، احنا ايه اللي هيودينا السور من تاني؟ عشان انت غبي موصل لي المعلومه ناقصه. اللي انا شفته قلته. اشوف انا بعيني، افهم ازاي الراجل يبقى في الصعيد ويبقى هنا في وقت واحد. هو اسمه ايه؟ قلت لك عباس. عباس ايه يعني؟ معرفش. تعرفش؟ بقول لك غبي. عشان كده احنا هنروح عند السور نتحرى هناك ونفهم ايه المساله. اركب اخلص، يلا يلا. امر لله. في ايه يا بنتي؟ عايزين يجوزوني. ودي الكارثه. ما انا عارف انك هتتجوزي، وشفت عريسك شاب زي القمر. بس انا لا يمكن اتجوزه. ليه يا نسا ليلى؟ ده بيقول عليه ولد ناجح وعنده شركه، ومش حكايه ابوه وزير. سمعه ابوه انه راجل نظيف ومحترم. انا ما بحبوش يا عم لطفي. معلش يا نسا ليلى، الحب هيجي بعد الجواز. انت يمكن ما تعرفيهوش، لو قربت منه وعرفتيه اكيد هتحبيه ما دام هو كويس. انا بحب واحد تاني. ده زميلك في كليه؟ لا، ده مخلص جامعه. وبيشتغل ايه؟ عامل في محطه بنزين. معقوله يا انسه ليلى؟ ده انا بثق في تفكيرك. يعني تسيبي ولد ناجح وعنده شركه عشان تتجوزي عامل في محطه بنزين؟ بحبه يا عم لطفي، بحبه. حب ايه وزفت ايه اللي يخليكي تفكري بالعبط ده؟ لا مؤاخذه يعني يا استاذه. يطلع مين ده؟ محمود. محمود مين؟ محمود لطفي الجنايني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما شفتش سلوت في الجنايني؟ كان هنا الصبح بس الظاهر قفل ومشي. ما قالكش رايح فين؟ لا ما قالش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تعرفش واحد اسمه عباس بيبيع كتب قديمه هنا؟ عباس. بقول لك ايه يا صادق؟ في حد هنا بيبيع كتب قديمة على السور اسمه عباس؟ عباس؟ لا، مفيش هنا عباس خالص. لا ده اليوم باين من اول. عم طاهر، اهلا اهلا. ايه بتعمل ايه هنا؟ ازيك يا سي مرشد؟ ايه الصدف الجميله دي؟
ايه انا سامعك بتقول عباس؟ مين عباس ده اللي انت بتسأل عليه؟ ايه؟ ما انتش عارف مين عباس؟ صوت في الجناين. انا كده فهمتك. بس برضو مين عباس ده اللي بتسأل عليه؟ يا سيدي ما تاخدش بالك، غلط، زلة لسان، ربنا يغفر لنا ذنوبنا، بس في ذنوب بقى عقوبتها الرجم حتى الموت. يا سيدي ربنا يكفينا ويكفيك شر الرجم. بقول لك يا سي مرسي، انت ما بتشوفش سي لطفي؟ يعني ساعات. اصله يا اخي والله وحشنا، ما بيجيش الحاره بقى له مده طويله. مشاغل بقى يا عم طاهر. ايوه مشاغل، بس برضه يعني مراته وولاده لهم حق عليه ولا لا؟ الراجل مش مقصر في حاجه وعامل الواجب تالت ومتلت ومن كله. انت هتقول لي هو يعني بيعمل واجب 100%، بس برضه يعني قول لي يا اخويا، هو في مصر ولا مسافر؟ انت لغوتك كده مش عجباني، عاوز ايه بالظبط يا عم طاهر؟ لا انا مش عاوز حاجه يا اخويا، انا اللي بدور عليه اسمه عباس، تعرفه يا سي مرسي؟ ولا عمري سمعت عنه، الصورة قدامك اهو، دور عليه براحتك. سلام عليكم. استنى بس، طلع على فين؟ معانا تاكسي موصلك. لا مشواري بعيد شويه. نقربهولك. مش عايز اركب يا اخي. ايه الحكايه ده شوي؟ هو سي لطفي ولا سي عباس؟ عليا النعمة يا عم طاهر، شايفه بعينيا دول وسامع بوداني دي اللي هياكلهم الدود، والزبون بيقول له يا استاذ عباس. لا الحكايه فيها سر يا جدعان. طيب هفتح اهو. استني يا ماما انا اللي هفتح. انتي شوفي يا وليه، انت اللف اللي بتلفيه انت وعباس بتاعك ده مش هيجيب معايا نتيجه. انا جايه لك كده بالادب، عاوزاكي تفوقي وتسمعيني كويس. اوعي تفتكري اللحظه واحده اني هوافق ان ابنك الصايع ده يتجوز بنتي. ابن انا صايع؟ اسم الله عليه، الصلاه على النبي، ده شياكه ونظجه ولسانه ينقط شهد. ايه يا اختي سلامة الشوف يا ام بيبرس، اتفضلي في بيوت الناس، ولا انت بتحبي الشوارع؟ هي كلمه ملهاش تاني، ابنك لو ما بعدش عن بنتي هسجنه. تسجن ابني ليه يا حبيبتي؟ سرق ابوه ولا موته بالحي عشان يورثه ويتصرمح بالفلوس؟ لو غاويه تسجني حد اسجني بنتك، دايره ورا ابني بالعربيه. بقى انا على اخر الزمن بنتي انا تتجوز واد امه شغاله في البيوت؟ مالها شغاله؟ نكرت جوزها 20 سنه عايشه مستنياه، مفيش راجل لمسني. الدور والباقي بقى على القدره، اللي اول ما قالوا لها جوزك مات حسبت الحنوتي ودخلت المأذون. ده الكلام اللي قاله لك عباس؟ طب انا اتجوزت على سنه الله ورسوله، انما انت بقى يا شريفه يا عفيفه قاعده في بيت واحد مع الراجل ده بصفتك ايه؟ عارفه انا لو وحشه زي ما انت بتقولي اجيبك من شعرك اللي انت متعايقه بيه ده وامسح بيكي بلاط دورة الميه، وامشي من قدامي لحسن الفكره حلوت في دماغي. وديني لو اوريك انت وابنك، وايه العباس بتاعك ده ناهد مش هتسكت. مين وليه المجنون دي يا معلم سلطان؟ حد عارف؟ هي كانت موجودة فوق عند الست ام محمود، وكان صوتهم جايب لاخر الحارة. صوتهم؟ كانوا بيقولوا ايه يعني؟ كانوا بيتخانقوا. وحيد تعال. الست دي كانت بتعمل ايه عندك يا وحيد؟ كانت بتزعق لماما. ليه يا حبيبي؟ انا مش عارف، هي كانت بتقول لماما انها تودينا السجن. توديكوا السجن؟ ليه؟ يا ماما عملت لها حاجه؟ ابدا والله يا عم طاهر، دي هي كانت كل شويه تقول لها عباس عباس. عباس؟ اللي قول لي يا عم طاهر مين عباس ده؟ روح العب انت يا وحيد، روح يا حبيبي روح. عباس، الله 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 الله. حكايه عباس دي اللي شغاله من الصوت. انت بتفكر في ايه يا عم طاهر؟ معروف يا شوقي، سيبني دلوقتي في حالي، انا دماغي عامله زي وابور الاسمنت. السلام عليكم. السلام سي محمود. ايوه يا عم طاهر. ممكن يا سي محمود اشوف البطاقه بتاعتك؟ ليه؟ اصل بتوع التجنيد النهارده سالوا عليك. طب
ما انت عارف انا عندي اعفاء من التجنيد. ايوه ما انا عارف، بس انا عاوز اشوف طالعه منين عشان لما يسالوني اعرف ارد عليهم. اتفضل. لا دي ما تنفعش، دي طالعه من هنا. احنا عاوزين محل الميلاد. السيده حاره زعتر. طيب اهو كده، شكرا. متشكر قوي، لا مؤاخذه انا عطلتك شويه. شكرا شكرا يا سي محمود يا ابن الست ام محمود. تحت امرك يا عم طاهر. بس جت لغايه عندنا. هعرف لكم لطفي الجناني ده ايه اصله وفصله، ونعرف هو ايه بالظبط. يا ابني ليه يا عم طاهر؟ ده انت طلعت ابن جنيه. انا مش عارف الحاره دي من غيري كانت تعمل ايه. مالك يا ماما في ايه؟ طول عمري واقفه زي النخله على اخر الزمن يا سي محمود. اوطي راسي. ايه اللي حصل يا ماما؟ مفيش حد في الدنيا غير البت دي اللي تحبها. انت بتتكلمي عن مين؟ ليلى صاحبه الشركه. ليلى؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ المحافلات امها جت فردق لوحها يا اخويا وبهدلتني، لكن انا ما سكتش. وهي عرفت منين؟ عرفت منين ولا ما عرفتش ماليش دعوه. يا ناري، كنت عايزه اجيبها من شعرها المسبسب ده وازعب بيه الشقه، لكن عملت خاطر لسلطفي، لكن لما يجي هقول له لازم يموت الحربايه دي. لا يا ماما عشان خاطري ابوس ايدك اوعي تجيبي له سيره الموضوع ده خالص. نعم، اتهزق واكتم في قلبي يعني؟ يطق لي عرق وانا عندي كام عرق ده كله؟ عشان خاطري يا ماما الموضوع ده لازم يتقفل خالص. يقفلوا عليها باب جهنم ويرموا المفتاح. ده عايزه ترميك في السجن يا ضنايا. كلام شويه جعجعه فاضيه. انا كان عليا ليلى دي مش هشوفها تاني ولا هعرفها. ماما الراجل من ساعه ما رجع من السفر وهو واقف جنبنا، مش ناقص نحطه في مشاكل جديده. احلفي انك مش هتجيبي له سيره. حاضر، وحياة عم طاهر عندي مش هجيب له سيره. ماما يعني ايه؟ اكتم غيظي في معدتي لغايه ما تطلع لي كلكوعه اسمها ناهد؟ عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري انا. خلاص اكتم غيظي ويطلع لي كلكوعه، ولما تمشي بقى ويقولوا لك يا ابن ام كلكوعه ما تقولش انا السبب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. قول لي يا ابني، مين شيخ الحاره بتاعكوا هنا؟ لا ما عادش في شيخ حاره اليومين دول. الله، هي الحاره دي ملهاش كبير؟ مفيش حد اكلمه؟ ليه الغلط ده يا حاج؟ الحاره دي كلها ناس كبار. ايوه، طب شاور لي بس على حد اتكلم معاه. الحاج فتح الله قاعد هناك على القهوه اهو هناك. ويطلع مين بقى الحاج فتح الله ده؟ ده كبير الحاره دي كلها. عز الطلب. شكرا يا ابني، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طاهر سليم زيتون، شيخ حارة سابق. أنعم وأكرم. أي خدمة يا معلم طاهر؟ الله يكرمك. ابدا انا جاي اسال على واحد كان ساكن عندكم هنا في الحاره وبيتهم وقع يجي من 20 سنه كده. أنت بتسأل على مين بالظبط يا حاج؟ انا بسال على واحد فاضل محترم اسمه لطفي الجنايني. إيه؟ مين؟ لطفي الجنايني. إلهي يكحمه مطرح ما راح. لطفي الجنايني راجل فاضل، ده كان نصاب وحرامي ومفتري وعتال قتله. الله 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 الله، اشجيني اشجيني يا عم فتح الله يا جميل وقول لي. انت بتسأل عليه ليه يا حاج؟ ها؟ لا ابدا، اصل ابنه عاوز يتجوز بنتي. يبقى بترميها بايديك في نار جهنم. حد يناسب راجل زي ده؟ يا شيخ حرام عليك. وده بقى عرفته ازاي ولا شفته فين؟ ابدا، ما هو جاري، الباب جنب الباب على طول. جارك؟ يعني موجود في مصر؟ ايوه، هو كان مسافر في العراق ورجع بقاله كده كام شهر. ما شاء الله، رجع مصر. ده احنا زارنا النبي النهارده. هات شاي وصايه لعمك الحاج طاهر. لا خليه سحلب وحياة ابوك. خليه سحلب بالفندق والبندق والعين جمل. الله، بقى هو بقى لطفي جاره، بس انا مش مصدق. طب هو عامل ايه دلوقتي واخباره ايه؟ الله، ده يا عم فتح الله، هو اللي هستفسر منك ولا انت اللي هتستفسر مني؟ جاوب على اسئلتي انا الاول. لا مؤاخذه يا حاج طاهر، وماله، اتفضل اسال. لا مؤاخذه، يعني هو لطفي ده
كان عامل معاكوا ايه هنا في الحاره؟ كان مضلمها بعيد عنك. الحاره ما شمتش نفسها الا بعد ما غار منها. صدق بالله لا اله الا الله. مفيش واحد في الحاره دي سي لطفي ما عملش معاه مصيبه. ده الوليه مرات ام عياله الست الاميره الطيبه كان يمسيها بعدها ويصبحها بعلقه. كان ينيم الحاره دي من المغرب. ادخل سنه فيها كان زي الارنب. ولا هحكي لك ايه ولا ايه واوجع دماغك في ايه؟ ما هو تلاقيه برضه موريكوا الويل والمرار. لا لا مش معانا يا عم عبد فتح الله، ما يحصلش في الحاره عندنا. ده انا كان يشوفني يقف زنهار ويحط وشه في الارض. ده يبقى اكيد السفر هاد. ده كان لا يطاق. يا ساتر اعوذ بالله عليه وعلى عمايله. لا يا عم فتح الله، احنا عندنا في الحاره الوضع مختلف تماما، احنا مسيطرين على الموقف. تحب تيجي تشوف؟ يا ريت. هو عنوان حارتكوا ايه؟ لا احنا جنبكم هنا في الدراسه 5 حاره المحروسه. طب انا هعمل تليفون على ما يجي لك السحلب وتشربه ونتكل على الله. شكرا يا عم فتح الله. الشيشه على. الو. خليل موجود. خليل مهران. طيب اخوك جلال الله موجود؟ مين اللي معايا؟ طب وحياة ابوك لما تشوفهم بلغهم الرساله دي، قول لهم ايه؟ ان عمكم فتح الله عطر في لطف الجناين. يا خليل يا جد الله. خير يا بيومي. الحاج فتح الله اتصل وساب لكم رساله. رساله؟ فيها ايه دي؟ بيقول لكم لطف الجناين ظهر. ظهر؟ فين؟ ملاني عنوانه اهو. والله جه يومك يا لطفي يا جنيني. اقرا الفتحه لابوك يا جد الله. هو يا حاج طارق انا بقالي ساعتين قاعد والشرور في ده ما جاش لغايه دلوقتي. الصبر يا فتح الله، زمانه جاي. هاتوا شاي تاني يا ابني. ما تخليني سحلب بقى امال. هي فرغت عين ولا ايه؟ السحلب هنا مش كويس. بس خلي بقى هو اللي جاي ده. هو فين ده؟ هو ده اللي قدامك ده اللي معاك ده. قصدك ده؟ ايوه مفلل رصاصي مليان شويه ده. لا ده مش هو. مش هو زي ما يطلع مين؟ انا مش عرافي ده يطلع مين؟ ده مش لطفي. مش لطفي زي ما يطلع مين؟ انت شايفه قدامك معدي. يا عم سيبني في حالي، انا ورايا مصيبه عايز اتحقق. ايوه بس الشريك اللي معاك ورق. لطفي امال يطلع مين ده؟ عايز افهم. سي لطفي اهلا وسهلا. محمود هنا يا محمود؟ ايوه في اوضته يا اخويا. ايه يا بابا؟ في ايه؟ مش عارف في ايه. انت ايه اللي عملته ده؟ انا مش فاهم حضرتك بتتكلم عن ايه. لا انت فاهم كويس قوي. ليلى دي تبقى لي ايه يا محمود؟ نعم؟ ليلى تبقى لي ايه؟ بنت حضرتك. ولما انت عارف انها بنتي تعمل كده؟ انا ما عملتش حاجه غلط. لا انت غلطت لما تلف من ورايا عليها وتعمل معاها قصه غرام وتخليها تقع فيك وانت عارف انها مخطوبه. تبقى غلطت. انت عارف مخطوبه لمين؟ لواحد ابن ناس غني ابوه وزير. انا حرمت على نفسي اقول لها ان انا ابوها عشان ما اخرهاش، عشان تتجوز الجوازه الحلوه دي واطمن عليها. البنت خلاص رافضه العريس. لما يجي الوزير يخطبها دلوقتي هتقول له لا انا مش هتجوز ابنك، هروح اتجوز حته عيل بيشتغل في بنزينه. ده جزائي. وثقت فيك. ده جزائي ان عملتك ابني. انت ساكت ليه؟ ما تتكلم. حضرتك فاهم الموضوع غلط. الموضوع كله غلط. انت غلطت وهي غلطت وانا كمان غلطت اللي وثقت فيكم. يا استاذ عباس حضرتك لازم تسمعني. انا عمري ما بصيت للانسه ليلى. انا عارف حدودي كويس. حته عامل شغال في بنزينه امه بتخدم في البيوت. هروح فين انا بقى في عيله الانسه ليلى بحسبها ونسبها؟ ولا عيله الاستاذ عريسها ابن الوزير؟ طبعا الانسه ليلى مش هتشوف وشي بعد كده. وانا قلت لها الكلام ده من فتره. انا عمري ما اتصور ان انا ممكن اتسبب لها في اي اذى.
ولا ليك انت بالذات. انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه. طمن، الانسه ليلى هتتجوز ابن الوزير. هتتجوزه ازاي اذا كانت متعلقه بيك؟ انا هتصرف، مش هخليها تشوف وشي تاني، هسافر. انت مفيش في بقك غير هسافر هسافر، تطين الدنيا هنا وتقول لي اسافر. والله انا اعمل ايه طيب؟ تقطع علاقتك بليلى، ما تشوفهاش بعد كده نهائيا، مفهوم؟ مفهوم يا استاذ عباس. انت بتحبها انا؟ يا ابني رد عليا. تعال. بتحب ليلى؟ ايه لازمته بقى السؤال دوت يا استاذ عباس؟ بلاش استاذ زفت دي ورد عليا. بتحبها ولا ما بتحبهاش؟ بحبها. تبقى جبان وندل وحقير، عشان لما بتحبها مش المفروض تتخلى عنها بالسهوله دي. يا استاذ عباس دلوقتي بلاش استاذ زفت دي. افهم يا ابني، اللي بيحب لازم يدافع عن حبه لاخر نفس، لازم يقف قدام الدنيا كلها يصرخ باعلى صوته بحبها. بتحبها ولا ما بتحبهاش؟ انا بحبها. مش سامعك. بحبها يا ابني علي صوتك. بحبها، والمصحف الشريف بحبها بحبها. بس ايه انا اطرش خلاص. ولما انت بتحبها قاعد كده زي الولاية حاطط ايدك على خدك، قاعد تحب على روحك، مش تفكر في الخطوة الإيجابية اللي لازم تعملها. انا تحت امرك يا استاذ. يا بابا. اهو كده كويس. يعني انت فكرت في الخطوة الإيجابية وعايز تتجوزها. انا موافق، هات ايدك. ايوه بس ايه، انا ممكن ارجع في كلامي. بس انا شايف ان احنا نسال مامتها. مامتها ايه؟ انا ابوها وانا موافق. اعتقد ان مامتها مش موافقه. تعتقد؟ طبعا يا امها لا يمكن توافق. بس ايه اللي خلاك تعتقد كده يعني؟ اصل مامتها كانت هنا من شويه. يا نهار اسود، جيت تعمل ايه؟ جت بخصوص الموضوع ده بالذات. معرفش عرفت منين. هو انت قابلتها؟ لا، ماما هي اللي قابلتها. حصل اللي حصل بقى. طبعا امك ما خلتلهاش، ما هو طار بايت. يظهر ان اللي حصل عكس كده. مالناش دعوه، النسوان تتخانق واحنا نتفق. ايدك نار الفتحه. بجد؟ بجد يا ابني، انا قدك ههزر معاك. ايدك. ايه راجعين بوش غير الوش يعني؟ مخبيين عني ايه؟ الفرحه ما تستخباش يا محمود. فرحة ايه يا حسرة؟ طب فرحوني معاكم. الظاهر يا محمود انكم خلاص بقيتوا قدري وانا بقيت قدركم. ربنا يقدرك يا اخويا، بس انا مش فاهمه حاجه. هات الشربات وتتفهم. شربات ايه يا حسرة؟ شربات محمود يا ابني على ليلى بنتي. بنت الحربايه؟ والنبي لو النيل نشف وابو الهول اتكلم لا يمكن ابدا. هو ايه اللي لا يمكن ابدا؟ اصل ما تعرفش ايه اللي حصل. لا عارف. انت حكيت له يا محمود؟ بقى انا قاعده متغاظه وكاتمه في قلبي مش راضيه احكي، وانت تقول له يا حوده؟ طب خليك فاكر. خلاص يا ام محمود. خلاص ايه؟ ده انا اتبهدلت واتمسح بكرامه الارض وسكت عشان خاطرك انت. قال ايه؟ خدامه. مالها يا اخويا الخدامه؟ قال ما جوزش بنتي الواد ام خدامه. يرضيك يا سي لطفي. شوف يا محمود، دع الكلاب تعوي والقافله تسير. نعم يا اخويا. يعني سيب الكلاب تهبهب، احنا هدفنا واضح، محمود يتجوز ليلى. لا ما تغصبش عليا، انا قلبي مش مستريح للوليه دي. اصل انت ما تعرفش قالت ايه، الواد واقف. معلش خلاص انا فهمت. دي بتقول عليا انا وانت عايشين في بيت يعني الواد واقف. خلاص يا محمود. قال يعني انا وانت بتتقفل علينا. خلاص يا محمود، الواد واقف. خلاص تاخد لي حقي. هاخد لك حقك، بس هي كلمه نهائيه، محمود وليلى هيتجوزوا. اللي تشوفه يا سي لطفي، وانا اقدر اكسر لك كلمه. انا من ساعه ما دخلت البيت ده وعندي احساس اني مش هخرج منه. بابا ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ايه ده؟ انت كنت فين لغايه دلوقتي؟ انا كنت في درس التايبنج. الاستاذ مبسوط منك قوي 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 وبيسلم عليك. سلمي لي عليه قوي قوي قوي. ايه في ايه؟ ايه يا محمود، احنا واعيين من الجوع، مش هتاكلينا ولا ايه؟ مصيبه وطبلت على دماغكم. فتح علينا رزاق يا كريم. مصيبه ايه؟
انا هقول لك على خبر هيخليك تقع من طولك. قول الخبر. خبر ايه؟ قول خبر ايه؟ من غير فنجان قهوه؟ يعني طلبت جمل يا اخويا؟ زلط، هات فنجان قهوه هنا وخلي السكر بره. قول بقى. عشان انا اقول لكم ان كنتوا نايمين على ودانكم، ما انتوش جديانين بحاجه، ما تقولش عليا غلطان. يا عم قول، طلعت روحي. لبسكوا السلطانيه، لبسكوا العمه. سي لطفي الجنايني. لطفي الجنايني ماله؟ طلع مش لطفي الجنايني. امال طلع مين؟ سهيري الجنايني؟ لا، الراجل اللي قاعد فوق ده طلع ان هو مش لطفي الجنايني، ولا هو جوز الست دي، ولا ابو عيالها، ولا يمت لها باي صله. قاعد اكل شارب نايم، ونايم دي حط تحتها 60 خط. انت بتقول ايه؟ اللي بقوله لك ده الراجل ده عايش معاه في الحرام، وانتوا عمالين تضربوا له تعظيم سلام. يعني احنا طلعنا. يعني محمود هتجوزه ولبنى هتجوزها، وانت نفسك ما اتفتحتش للجواز؟ هتفضل كده لا اليف ولا ونيس؟ يا ام محمود نطمن على الولاد الاول، انا جربت نصيبي خلاص. لا يا اخوي، الستات دي عامله زي الاكل، في الدلعه وفي اللي نص نص وفي اللي تاكل صوابعك وراها. هو انا كل ما اجي تكلفوا نفسكم كده؟ في التكاليف ولا تكاليف ولا حاجه، ده طبق بصاره شايلهولك من امبارح. انا بقى بموت في الاكل الباقي ده. الليمون المعصفر ده جايبينه جاهز؟ فاشر، انا برضو بتاعت الجاهز ده، انا من حلاوه الترش اللي بخلله بفكر افتح معمل. الباميه اللي بتحبها يا بابا. ما تقوليليش بقى دي لازم تبقى بايته. تبقى عايزه فحل بصل جميل كده. جيت في جمل موجود. قولي لي ايه الاخبار؟ الحمد لله. كلمني النهارده وكلمت اخته كمان. داليا؟ دي باين عليها طيبه قوي. ما قالوش هيجوا امتى؟ لا ما قالوليش، بس قالوا مستنيين حجز طيران وبعد كده هيكلموني. اما لقيت لكم حاجه مفاجاه، حذر فزر رنجه. ودي كمان من امبارح؟ دي بقى لها شهر. بس يا واد. امال وحيد فين؟ وحيد بيلعب حكشه مع العيال صحابه. الواد ده بيوحشني بشكل. ان شاء الله ما تشوف وحش ابدا. اللي يعرفكم يا ست ام محمود ما يشوفش وحش ابدا. هات حته رنجه يا اخويا. تعرفوا يا ولاد، انا بتوحشني قوي القعده وسطيكم، زي ما اكون بعوض اللي انا افتقدته العمر ده كله. ربنا يخليكم ليا. ويخليك لينا يا بابا. انتوا عارفين لما قررنا ان انا اطلق امكم يعني كده يعني قدام الحاره عشان كلام الناس يعني، والله العظيم ما كنت قادر اطلعها من بوقي. مضطر يا اخويا بيبيع الغالي، هنعمل ايه قدام الحاره القرود اللي احنا ساكنين فيها؟ الا صحيح حد شافك وانت طالع؟ وهيكون وجودي بيسبب لك مشاكل او بيحرجك؟ هو عدم وجودك يا اخويا هو اللي مسبب لي مشاكل. عمالين يسالوا جوزها فين، بيروح فين. وانت بتردي تقول ايه؟ بقول كان مسافر الصعيد عشان يشوف الورث بتاعه. بدي هقتله بدي زي ما قتل ابوي بيها. سكنت نحمه واحد يا خليل، انا اللي هقتله. انا الكبير يا ولد ابوي، انا اللي هقتله. انت عيالك لسه صغيرين يا خليل ومحتاجين لك. انا حسبنجي لسه ما دخلتش دنيا. يوه اشق جلبيتي منك، انت لسه صغير وعلى وش جواز. حرام مسعده بنت عمك يجيها خبرك قبل ما تخش دنيا. ودم ابويا اللي راح حضر ما حد هيقتله غيري. يا اخوانا ما ينفعش كده، الاصول معروفه. اللي قتل ابوكم من حاج خليل عشان هو الكبير، الاصول تقول كده. اهو عداك العيب يا عم هريدي، وده الكلام الصح. اسمع يا جد الله، العيال امانه في رقبتك، والارض والبيت حلال عليك. لكن يا خليل يا اخوي ما لكنش، اسمع اللي بقول لك عليه. ما سمعش، انا اللي هقتله. وبعدين يا اخوانا احنا هنقعد نتكلم هنا لحد ما رص الجناين ده يموت موتة ربنا؟ انت متاكد بالكلام اللي انت بتقوله ده يا معلم سلطان؟ شور متاكد ونص. ده كلام يروح فيه رقاب يا معلم سلطان. انت عارف ان معنى كده بقى ان احنا كلنا طلعنا كبنشات؟ بس انت الكبانش الكبير. نعم اخويا. انت صاحب البيت، انت اللي مسكنهم عندك، وانت اللي جبتهم الحته بتاعتنا. بقى الوليه السهتانه دي ترسم عليا انا دور الشرف، كل ده يطلع منها؟ ولا لطفي الجنايني، ان ما شفيته وعلقته على باب المحل ما بقاش انا المعلم سلطان. ده لو طلع منه سليم. وانا بقى رحت فين؟ وديني لا ادفنه جواه.
خير خير، اللهم اجعله خير. ان شاء الله ان شاء الله كل خير يا محمود. والنبي انا قلبي مقبوض مش عارفه ليه. انا مش عارف، كل ما نضحك نخاف ونقول اللهم اجعله خير، ليه؟ اصل انا يا اخويا كده لما افرح لازم تحصل لي حاجه وحشه، عمري ما بتهنى ابدا. هتتهني يا محمود، ان شاء الله هتتهني. الايام جايه كتير، ما تستعجليش. تصدق وتامن بالله، لا اله الا الله. امبارح حلمت حلم مش مخلينا على بعض طول النهار. اهو انت كده يا ماما، تحلمي الحلم وتقعدي تفسري فيه اسبوع. قال يعني بيعرف يفسر. اجري اجري. خير يا محمود، انا افسرهولك. انا هقول حلمت يا اخويا قال ايه؟ قال انا شعري طويل طويل نازل لغايه الارض. وقال انا كل ما امشي يقع. وبعدين يا محمود؟ هو يقع يا اخويا وانا اعبي في اكياس واعيط. لا لا لا، خير يا محمود، ما تعيطيش. الست لما تحلم ان شعرها طويل يبقى عمرها طويل. والنبي. قولي لي بقى، هو كان مضفر ولا سايب؟ سايب. تفرق؟ ايوه تفرق. كان بني ولا اسود؟ اسود. تفرق؟ تفرق قوي. الست لما تحلم ان شعرها اسود يبقى جوزها بيحبها. ده كان اسود غطيس. لما تكشف شعرها في الحلم يبقى جوزها غايب عنها. اما بقى لو شعرها وقع زي ما انت حلمتي، عارفه يبقى ايه؟ ايه؟ يبقى مش هيرجع. ما كانش بيقع قوي. ايه الكلام ده؟ ده مش كلام يا محمود، ده كلام الشيخ عبد الغني النابلسي في تفسير الاحلام. لا تفسيره مش قد كده الراجل ده. القهوه يا بابا. متشكرين يا ربنا. اتفضل. ميرسي يا حبيبتي. اشرب انت قهوتك بمزاج بقى وتعالى لي. ليه؟ مش انت فسرت لي الحلم؟ اقرا لك انا بقى الفنجان. مش معقول الكلام اللي انت بتقوله ده يا اسطى شوقي، الكلام ده ما يخشش دماغ ابدا. زي ما بقول لك كده، ولعلمك بقى انا اللي اكتشفت الموضوع ده، مش عم طاهر اللي عامل لي فيها مباحث وابن دوله وتحريات. انا اللي شفته وجيت قلت لهم عليه. اتاري الوليه عماله تطلب في طلبات غريبه، ايش لانشون وايش باسترما وايش بلويف. بتغذيه يا عم بتغذيه. امال ايه كان لازمته موال الشرف اللي هي ماشيه فيه، وكان اي حد في حته يكلمها كانت تبهدله. ده رسم تحليل بضاعه يا غشيم. استغفر الله العظيم. طب العمل ايه يا اسطى شوقي؟ هنسيبها طالعه نازله كده في وسط حريمنا؟ لا، هنسيبها ازاي؟ احنا هنقطع خبرها هي والشملول بتاعها سي لطفي ده. عمركم حد سمع واحد اسمه لطفي يتقال له عباس؟ لا ما حصلش. انا اعرف يعني ابراهيم يقولوا له يا ابو خليل، يوسف يقولوا له يا ابو حجاج، مصطفى يقولوا له يا درش، شوقي يقولوا له يا ابو الشوق، انما لطفي يدهله يتقال له عباس. جديده عليا دي. نصرة كبيرة اهو، جبلين وعليهم جمالين، جمل حظ وجمل فلوس، روس كتير وجايين لك جري جايبين لك خير. بص كده يا محمود، الخير جاي من انهي ناحيه؟ مش من دمك، لا دول ناس غرب. ناس غرب؟ خلق كتير كلهم بيحبوك وانت مش دريان بيهم. شايف؟ عمم عمم عمم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خليل مهران موجود؟ مش موجود. يا نهار اسود، مش موجود ازاي؟ خرج. خرج راح فين؟ كان هنا من دقيقتين هو واخوه، واخدوا جماعه قرايبهم ومشيوا. يا دي المصيبه. مصيبه؟ مصيبه ايه لا سمح الله؟ شوف يا ابني، لازم تدلني عليه، عايز اوصل له باي شكل. طب استنى كده. يا بلبل بلبل. ايوه. ما تعرفش خليل مهران واخوه راحوا فين؟ راحوا امبابه عند عمهم هناك وسايبين خبر، اللي يسال عليهم يروح لهم على هناك. فين حته يا ابني في امبابه؟ في اول كتكوت يا حاج. وفين ده يا قهوه كتكوت دي؟ بعد ميدان الكتكات عند كوبري امبابه كده. اسمع يا ابني، لو خليل مهران او اخوك جد الله اتصلوا من بره او رجعوا تاني، قول لهم عمكم فتح الله جالكم هنا وبيقول لكم الراجل ما طلعش هو الراجل. والله ما حد هيقتله غيري. كيف يا عم مرعي؟ يعني ايه انت اللي تقتله؟ ده اخويا خليل، اخويا انا. هو ما خلفش رجاله عشان تقتله انت؟ ده اخوي شقيقي اللي ماليش غيره، ويبقى عيب عليا لما اسيب شويه عيال ياخدوا بطار اخوي. احنا مش عيال يا عم مرعي، احنا رجاله صح، ودم ابويا اللي راح حضر، ما حد هياخد بطاره غيري. اكفي خصمك ده يا واد وتأدب. معاش اللي ياخد بطار اخوي بدالي. انا لسه شديد، والله ما يقتل لطفي جناين غير انا. هقتله يعني هقتله. كيف يا عم تقول الكلام ده؟ احنا كان ممكن ما نقولكش من اساسه، نقتله ونخلص عليه وبعدين نقولها لك. ده جزتنا اللي قلنا نفرحك ونبشرك بالخبر يا عم مرعي، تقوم انت اللي تطمع في الطار.
ظاهر ان قعدتكم في مصر نسيتكم نفسكم، نسيتكم الاصول يا ولاد مهران. انتوا كنتوا فين لما ابوكوا اتقتل؟ ها؟ انت يا جد الله كنت حته لحمه طريه، وانت يا خليل كنت لسه بتلعب في الحاره ما كملتش ال6 سنين. لحد فيكم شاف اخوي مهران ولا عرفه؟ انا اللي شفته غرقان في دمه، شفت السكينه في صدره بعينيا دول. شفت الكاتل بعينيك يا عم مرعي؟ ما شفتوش، هرب الجبان. عم مرعي كلامك ده لا هيودي ولا هيجيب. طلاق بيت 3، ما حد هيقتله غيري. طلاق على طلاقك، لا انا اللي قتله. لا انت ولا هو، انا اللي هقتله. اسمها ايه بقى؟ شجر الدر. برافو عليك. ام علي عرفت ان شجر الدر هي اللي قتلت عز الدين ايبك ابو ابنها المنصور. راحت طالعه على القلعه ومعاها الجواري بتوعها، وبالرشوه اتفتحت لها كل الابواب لغايه باب حمام شجر الدر اللي كانت جوه بتستحمى فيه. يا لهوي. دخلت وقفلوا الباب وراها. في ناس بقى بيقولوا ان هم قتلوها بالابائيب، وناس بيقولوا ان هم غرقوها في ميه الحمام. المهم بعد ما ماتت وشبعت موت راحوا واخدينها هلا بلا ورموها من فوق اسوار القلعه. ما كانش ساتر جسمها غير قميص خفيف. فضلت مرميه 3 ايام، كل الناس خايفه تاخدها تدفنها، لغايه ما جه راجل مصري غلبان صعبت عليه، راح واخدها ومكفنها ودفنها. يا عيني حرام عليهم والله. يا عيني ايه؟ ام علي عندها حق والله، مش قتلت جوزها سزايبك وخدته ايه؟ تضحكوا ليه؟ مش اسمه سزايبك؟ تقريبا يا ام محمود. بس انت برضه ما قلتلناش ايه علاقه الحكايه ديت بام علي اللي بناكلها؟ ما هي كانت نادره لو قتلت شجر الدر تعمل سلطانيه لبن عليها رقاق عليها زبيب عليها مكسرات وتفرقها على كل الناس. بقى كل واحد تروح له السلطانيه يقول ايه ده؟ يقولوا له ام علي. وكل حاجه كده لازم يبقى ليها اصل تاريخي. محمود، كل حاجه ليها اصل تاريخي. تسلم ايديك يا ام محمود، ام علي بتاعتك تجنن. تسلم بالهنا والشفا. ده انا امبارح عملت صوابع زينب كنت تاكل صوابعك وراها. زينب؟ تحبوا احكي لكم حكايه زينب؟ يا اخويا قتلت مين؟